جربت قبل كده تحس بشكة كده في وشك وإيدك قبل التمرين، وسمعت حد بيقولك ده البيتا ألانين؟ بس استنى، هل البيتا ألانين ده فعلا بيزود الأداء ولا مجرد إحساس بيضحك على المخ؟ في الفيديو ده هنكشف أسرار واحد من أكثر المكملات استخداما في البري ورك أوت. بس خلي بالك في معلومة في الآخر ممكن تغير رأيك تماما. أولا، يعني إيه بيتا ألانين؟ هو حمض أميني غير أساسي، يعني الجسم ممكن يصنعه. هو ما بيستخدمش للبناء العضلي بشكل مباشر، لكن ليه دور قوي جدا في التحمل العضلي. لما بتدخل بيتا ألانين الجسم بيتحول لمركب اسمه كارنوزين، والكارنوزين ده بيشتغل كمضاد للحموضة جوه العضلة، وبيقلل من تراكم اللاكتيت اللي بيسبب الحرق اللي بيخليك تبطل التمرين بدري. طب ايه هي مزايا البيتا ألانين المثبتة علميا؟ واحد، زيادة التحمل العضلي، يعني تقدر تطول في التمرين خصوصا في السيتس الطويلة او الكارديو الشديد. اتنين، تأخير الشعور بالإرهاق العضلي، يعني بتكمل تمرينك وانت لسه مفتح. 3، مفيد جدا في تمارين الهيت، الجري، الملاكمة، الكروسفيت والتمارين اللي فيها مجهود مستمر. 4، بيدي إحساس تنبيه وتحفيز، وخز خفيف بيخلي بعض الناس تدخل التمرين بمزاج نار. طب إيه أضرار البيتا ألانين أو آثاره الجانبية؟ 1، الوخز أو التنميل، الباراسيزيا، بيحصل عند بعض الناس لما الجرعة تبقى عالية. الإحساس ده مش خطر بس ممكن يكون مزعج للبعض. الحل إن أنت تاخده بجرعة أقل أو توزعه على اليوم. 2، هو مش للناس اللي عندهم مشاكل عصبية أو عندهم حساسية جلدية، يفضل استشارة دكتور في الحالات دي. 3، نتيجته مش فورية من أول مرة، هو محتاج تحميل تدريجي في الجسم لمدة أسابيع عشان توصل الكارنوزين لمستوى مفيد. طب ايه اشهر الشائعات المنتشرة عن البيتا ألانين والرد العلمي عليها؟ 1، البيتا ألانين بيكبر العضلات. الحقيقة هو مش مكمل ضخامة اصلا، هو مكمل تحمل، مش هيزود كتلة عضلية لكن هيساعدك تتمرن اكتر. 2، الوخز اللي بيحصل معناه ان المكمل بيشتغل. الكلام ده جزئيا صحيح، الإحساس ده مجرد تأثير عصبي ملوش علاقة مباشرة بكفاءة التمرين، لكنه دليل إن المادة وصلت للدم. 3، ينفع أخده قبل أي تمرين وخلاص. الرد مش شرط، هو بيشتغل بالتراكم، يعني محتاج تاخده يوميا بانتظام حتى في أيام الراحة، مش شرط قبل التمرين. 4، لو ما حسيتش بوخز يبقى النوع مضروب. الرد مش شرط على فكرة، الإحساس ده بيختلف من شخص للتاني، وجوده أو غيابه مش مقياس لجودة المنتج. طب إيه هي الجرعة المناسبة للبيتا ألانين؟ من 2 إلى 5 جرام يوميا، الأفضل تقسمهم على 2 أو 3 في اليوم لتقليل الإحساس بالوخز. نصيحتي كدكتور تغذية علاجية ورياضية، لو تمرينك بيعتمد على التحمل العالي أو الكارديو المكثف، البيتا ألانين هيكون ممتاز ليك جدا. لو بتتمرن حديد تقليدي، مجموعات بقى قصيرة وفيها قوة وكده، تأثيره هيكون محدود. لازم تاخده بشكل منتظم يوميا، مش مرة وقت المزاج. اشتري النوع النقي كارنوسين لو متاح، لأنه الأكثر جودة في السوق. لو الفيديو ده فرق معاك دوس لايك فورا، وشاركه مع اصحابك اللي بيقولوا البيتا ألانين بيخلينا اطير، واكتب لي في الكومنتات جربت المكمل ده قبل كده وهل حسيت بفرق فعلي. يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان عندنا سلسلة هتفك علم كل مكمل موجود في السوق. انا دكتور محمد صقر، استشاري التغذية العلاجية والرياضية، والمكملات هنا ما فيهاش هزار، فيها علم. يومكم جميل.